إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين أن يتابع عليهم مواسم الخيرات تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. وقد أظلنا يا عباد الله موسم عظيم من مواسم الخيرات، ألا وهي أيام العشر ويوم العيد يوم النحر وأيام التشريق، وهذه من أعظم أيام مواسم الخيرات، وذلك لأن هذه الأمة أعمارها قليلة. قال تعالى: ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه أعمار الأمم قبلنا. أما نحن فإن أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجاوز ذلك. فعوضنا الله تبارك وتعالى بأيام قليلة وأعمال قليلة تضاعف بها الأعمال أضعافا كثيرة. فقيام ليلة القدر تعدل 83 عاما من العبادة. وهذه الأيام التي هي أيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها بقوله: والفجر وليال عشر، جمهور المفسرين على أن هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة. وإذا أقسم الباري تبارك وتعالى بأمر فدل ذلك على فضله وشرفه ومكانته. وأما مكانتها في السنة فقد بينها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. فلا توجد أيام في الدنيا العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وإذا أحب الله تبارك وتعالى أمرا أحب أن يتقرب إليه به، إذ العبادة هي لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الصحابة وهم قد استقر واستكن في أنفسهم فضل الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه
الجهاد في سبيل الله، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى أن العمل الصالح وأنت جالس في بيتك على التبريد تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن أفضل من الذي يرفع بيده السيف ويشم الغبار، غبار الجهاد، ويرى المنية أمام عينيه ويقدم، فإن هذا العمل خير من ذلك العمل. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا الذي عمل هذا العمل وهو أنه حمل ماله وذهب يجاهد في سبيل الله فأنفق المال وقتل مقبلا غير مدبر، هذا الذي يعدل فضل العمل في هذه الأيام. يا عباد الله، فهي أيام فضيلة فيها أم العبادات، فيها الصيام، ومن السنة أن تصام جميعها أو بعضها. وأما يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أحتسب على الله أنه يكفر السنة التالية والسنة الآتية، السنة الماضية والسنة التالية يكفرها صوم يوم واحد وهو يوم عرفة. وأما يوم العيد فهو يوم النحر، أفضل يوم عند الله عز وجل، فيه القرابين والأضاحي التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي هذه الأيام التكبير الذي هو من أفضل الأعمال فيها، المطلق والمقيد. أما المطلق فهو في أيام العشر جميعها، في الصباح في المساء. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيها الصدقة، فيها ذكر الله عز وجل، فيها تلاوة كتابه، فيها الدعاء والإنابة. وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، هذا موسم عظيم قد أظلنا، فليتهيأ المرء للعمل الصالح فيه نية في قلبه، فإنه لا يدري متى تدركه المنية، ينام ولا يدري لعلهم يأتون إليه وإذا به من أهل المقابر. وهذه النية التي في نفسه تكتب له ويكتب له الأعمال الصالحة وإن نواها حتى وإن لم يعملها. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وبلغنا مواسم الخيرات، وأعنا بها على الطاعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى آله وحزبه وصحبه وجنده. وبعد، فإنه يشرع الأضحية في يوم الأضحى وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ضحى بكبشين سمينين ثمينين أملحين موجوئين، ذبح أحدهما وقال هذا عن محمد وآل بيته، وذبح الآخر وقال هذا عمن لم يضحي
من أمة محمد. ولا ينبغي للموسر للقادر على ذلك أن يترك هذه السنة، وهي في كل عام يا عباد الله، لا تشرع مرة واحدة في العمر، بل في كل مرة هو قادر عليه أن يضحي. وقد اعتاد الناس على سؤالي: أهي واجب أم سنة؟ أقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمرهم بأمر أو شرع لهم شرعا أن يقولوا له أهو واجب أم مسنون، بل كان هديهم المبادرة إليه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل هذا الأمر. فإذا أراد المرء أن يضحي فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بسنة أخرى ينتفع بها المؤمن: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقرب شعره ولا ظفره ولا بشره حتى يذبح أضحيته. وهذه سنة زائدة شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها بصحة الأضحية، فإن أخذ من شعره فقد خالف السنة، والأضحية صحيحة. وإن نوى أن يضحي في يوم العيد جاز له ذلك، ولا يفعل كما يفعله البعض، يريد أن لا يطبق هذه السنة فيذهب إلى أم الأولاد: أنت ضحي عنا، يكتب الأضحية باسمها، ويريد فرارا من هذه السنة. إن استطعت أن تفعلها فافعل، وإن لم تستطع فإنك معذور، والمشروع لك أن تكون أنت من يضحي يا عبد الله. اللهم بلغنا الأيام الفاضلات وارزقنا فيها الأعمال الصالحات، واهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وادفع عنا بعزتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وآلف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الراعي والرعية. اللهم اهدي ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله